ليه بتتعلق بحد بسرعة؟ أو ليه بتخاف تقرب من الناس؟ اللي بيحرك ده مش قلبك، ده اسمه نمط التعلق. نظرية التعلق بتقول إن الطريقة اللي ارتبطنا بيها بأهلنا وإحنا صغيرين بتأثر على علاقتنا لما نكبر. في 4 أنماط تعلق رئيسية. رقم 1 الآمن، عارف يحب ويثق ويتكلم في مشاعره. مثال، شخص في علاقة واثق في نفسه وواثق في الطرف التاني، وبيعرف يطلب الدعم والحب واحتياجاته من غير خجل. رقم 2 القلق، دايما خايف يتساب ودايما يطلب في العلاقة تأكيد مستمر. مثال مثلا، كل شوية يسأل انت بتحبني؟ ليه ما ردتش؟ انت اتغيرت، ما بقتش تحبني. حتى لو الطرف التاني مشغول شوية، مش شرط يعني يكون بطل بيحبه وما بيردش عشان بيخونه، لكن هو خايف باستمرار. رقم 3 بقى الشخصية المتجنبة، مش بيعرف يعبر وبيبعد أول ما يحس بضغط عاطفي، يعني أول ما يلاقي العلاقة تقرب يختفي أو يقول أنا مش مستعد. رقم 4 بقى والأخير وهو الفوضوي، وده بقى مزيج من الخوف من القرب ورغبة في البعد، وده غالبا بقى بعيد عنكم ناتج عن صدمة. الخبر الحلو بقى عشان ما تتخضوش إن كل الأنماط دي تتغير بس بالعلاج والوعي، وأول خطوة بقى إنك تفهم نمطك وتجيني وأعلمك إزاي تشتغل عليه. اكتب لي بقى في كومنت أنت نمطك أي نمط من ال4.